اقول لكم على سر الاتش ارز مش عايزينكم تعرفوا. لما انا يكون عندي انترفيو والاتش ار او الانترفيور اللي معايا يسالني انت بتعرف تشتغل تحت ضغط، او انت مثلا عندك كوميتمنت سيلف ديسيبلين، بتلتزم بالديدلاينز مش بتكسيد الحاجات دي. انا مش هقول له انا بعرف. انا المفروض ان انا استخدم حاجه اسمها ستار تكنيك. ستار تكنيك دي بتقول لك انت محتاج تعمل اربع حاجات. اول حاجه بتقول سيتويشن حصل، وبتقول تاسك كان مطلوب منك في السيتويشن ده. بعد كده بتقول الاكشن اللي انت اخدته عشان تخلص التاسك ده. وبعدين بتقول الريزلتس اللي انت طلعت بيها بعد ما عملت الاكشن اللي انت عملته. يعني الموقف، التاسك اللي مطلوب منك، الاكشن اللي انت اخدته، النتيجه اللي طلعت بيها. بتقسم الموقف كده. يعني مثلا بتعرف تشتغل تحت ضغط. انا حصل عندي قبل كده في الشغل بتاعي ان كان عندي تسليم هاند اوفر لحد مش عارفه ايه، ووقت كان قليل جدا وكان عندي تاسكس ثانيه. فانا ما عرفتش اعمل ايه، رحت دلجت مثلا حد من التيم بتاعي يخلص حاجه معينه، دي مش هيكون لازم ان انا اعملها بنفسي. وجزء تاني مش عارفه عملت فيه ايه لحد ما طلعت بريزلتس ان انا قدمت الهاند اوفر بتاعي قبل الديدلاين مثلا بساعتين، ودي كانت حاجه كويسه جدا لان انا الوحيد اللي قدرت اقدم الهاند اوفر بتاعي قبل ميعاده. فعرفتوا؟